بسم الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة بنقدم الفلتر اللي الناس بتسأل عنه، أو كتير من الناس اللي بيبحثوا عنه على الفيسبوك أو الانستجرام أو مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المصورين والمصورات، وهو فلتر أو بريسيت الصيف. طبعا ده لبرنامج اللايت روم موبايل، وبينفع يستخدم على الايفون، هواتف الايفون او هواتف الاندرويد. كل عليك عشان تحمله انك تعمل لايك للفيديو وتعليق وشير للفيديو، عشان تكون سبب في فرحة واحد بيدور على الفلتر ده، وانك تتفرج على الفيديو لحد ما اقول كلمة السر بصوتي. وعشان ما اطولش عليك، ما ننساش نصلي على سيدنا محمد وان نذكر الله لا اله الا الله. ويلا بينا. وزي ما شفت نماذج عن الفلتر، هنبدأ نتكلم عن إعدادات الفلتر، وهحاول في أسرع وقت إن أنا أقدم المحتوى أو أشرح الأدوات بسرعة، عشان الناس اللي بتمل من الكلام أو من شرح الفلتر، أو الناس اللي بتستخدم الباقة. هنفتح صفحة الإضاءة، هنزود الإكسبوجر ل 3 من 100، تمام. وبعد كده هنزود الكونتراست اللي هو شدة حدة الصورة شوية كمان ل 30. بعد كده هنقلل الهايلايت لسالب 100، وطبعا عشان الصورة هتكون معظم الصور في البحر او كده، فانت عايز تبين السما ورا، فقول عليك انك هتقلل الهايلايت لسالب 100 وهو والوايت. وبعد كده رفعنا الشادو لموجب 55. طبعا زي ما قلت لكم الوايت هنخليه سالب 100 والبلاك سالب 25. وطبعا ما ننساش نعمل لايك للفيديو يا شباب، وتعليقاتكم عشان نعرف ان الفلتر ده حلو ولا لا. بعد كده هنروح على صفحة الكيرف. طبعا الاعدادات مش يعني الكيرف النهارده مش قوي او مش اسمه ده مش صعب. كل اللي تعمله انك هتتابع او هتعمل الكيرف زي ما انت شايفه قدامك. هندوس دن ونروح على صفحة الالوان. التم بموجب 7 عشان نزود درجة الحرارة شوية في الصورة. بعد كده قللنا التنت لسالب 1، والفيبرانس او والساتوريشن ممكن ما تعملش فيهم حاجة، تمام. هندوس على صفحة الميكس ونروح على اللون الأحمر. زودنا الهيو أو قللنا غيرنا الهيو لسالب 43 عشان يوصل للون البنفسجي. فانت لو انت زي ما انت شايف اللي هو النضاره، او انت او انت حاطه روج، او لابس شيرت احمر او قميص احمر، فطبعا الالوان دي لون صيف، فحاولت اغير اللون درجه اللون شويه عشان يدي جمال في الصوره وجمال في اللون. بعد كده زودنا الساتوريشن لموجب 20 واللومينانس لسالب 4. طبعا ده بريسيت جميل جدا على اللايت روم. حاولت ان انا ما اديش برضه، ما ازودش في الالوان او ما العبش في الالوان كتير عشان تدي درجه الالوان او يخلي الفلتر شكله جميل. يعني في ناس كتيره بتسالني بتقول لي انت ليه ما بتغمقش الصوره قوي او ما تفتحش او ما تزودش الوان. انا على قد ما بقدر بحاول اخلي الفلتر لا هو عالي قوي ولا هو واطي قوي عشان ينفع على كل الصور بتاعتكم. هنروح على اللون البرتقاني، هنخلي الهيو موجب 8 والساتوريشن سالب 12 واللومينانس موجب 16. هنروح على اللون الاصفر، هنخلي الهيو سالب 4 والساتوريشن زي ما انتم شايفين مزودينه لموجب 84 عشان يدي درجه الصفار او درجه او لون الصيف، لان اللون الاصفر بتحس ان بيديك درجه صفار الصوره. وبعد كده زودنا اللومينانس اضاءته لموجب 28. اللون الاخضر قللنا الهيو او غيرنا درجه لون الهيو للون الاصفر كده، احنا موصلين اللون الاصفر وخليناه سالب 81. وزودنا الساتوريشن لموجب 100 واللومينانس لموجب 100. طبعا بقى كده احنا بنوصل للون السحاب اللي هو اللون الاكوا او اللون السماوي واللون الازرق. قللنا الهيو لسالب 35 عشان يكون لون سماوي. وبعد كده زودنا الساتوريشن لموجب 55 واللومينانس لموجب 11. بعد كده اللون الازرق قللنا درجته لسالب 22 عشان نحافظ على الدرجه، وممكن على قد ما تقدر تزود او تقلل حسب يعني حبك للون او درجه اللون اللي انت عايزها.
وزودنا الساتوريشن لموجب 36 واللومينانس سالب 11. ويا ريت ما ننساش نصلي على سيدنا محمد وتعملوا لايك للفيديو. ولو انت لسه متابع جديد ما تنساش السبسكرايب او المتابعه وتفعيل زر الجرس عشان الفلاتر اللي جايه ان شاء الله. نروح على اللون البنفسجي او اللون الماجنتا. خلينا الساتوريشن موجب 23 وزودنا درجه اللون لموجب 74. وهنا خلينا الهيو موجب 10 والساتوريشن موجب 40 سوري واللومينانس سالب 12. هندوس دن ونروح على صفحه الافكت. زي ما انتم شايفين ان احنا ما عملناش برده في الشغل قوي، ما لعبناش قوي في الصفحه ديت، فزودنا كلاريتي لموجب 15 والديزي عشان نغمق اللون شويه او نغمق الصوره بشكل عام لموجب 28. كلمه السر هي 070. ولعبنا في الجرين اللي هو في ضباب بتخلي الصوره فيها ضباب سيكا عشان تخلي الصوره الى حد ما جميله. بعد كده رحنا على الصفحه اللي بعدها، ما لعبتش الالوان بس بلوكوا انا الصفحه الاخيره دي عشان تزودوا الشارب لو انتوا الصوره بتاعتكم محتاجه شارب. النويز ريدكشن اللي هي درجه نعومه الصوره، والكالر نويز ريدكشن على حسب انتوا بتستخدموا الحاجات ديت او انتوا بتحبوا الصوره تكون عامله ازاي. وبكده نكون انتهينا من فلتر النهارده. يا رب الفلتر يكون عجبكم. وطبعا ما ننساش نشكر كل شخص، او ما ننساش انا اشكر لكل شخص بيدعمنا باللايك والشير، وحتى لو بتكون بتعليقات بستفيد منكم بالتعليقات لانكم انتم بتشرحوا لي او بتعرفوني الفلتر ده كويس ولا لا، وهل نوع الفلاتر اللي بتنزل مثلا كانت غامقه او فاتحه او فلاتر ايفون او فلاتر الاندرويد، ببقى عارف من كلامكم ان الفلتر ده جميل ولا لا. فما تبخلوش علينا بالتعليقات. وبكده نكون انتهينا من فلتر النهارده. يا رب الفلتر يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.